يا ناس، يعني الزمالك يروح اسوان ويتغلب وياخد على وشه، والاهلي يكسب النهارده يا احمد 3-0 يرضي ربنا ده يعني؟ يا ابوي دقيقة يا اخي والله العظيم بيت 3-1 احتار. يا ابوي طيب ايه، هدي نفسك مش كلام. راجل يا احمد الكلام ده ما ينفعش يا احمد. يا ابوي هدي نفسك. احنا نروح اسوان يا احمد ناكلوا ملوحه ونصطدلوا في الملعب، نصطدلوا ونستطروا ونجو، والاهلي يروح اسوان يا احمد واخد البالك يفوز 3-0 وهو حاط رجل على رجل يا احمد. يا ابوي رجل على رجل يا ولد. يا ابوي دي حاجة ومكتوبة لهم خلاص. مكتوبة يا ريس، حاجات بقت تحرق الدم يا احمد. هي كل حاجة مع الاهلي تحرق الدم يا بابا. تعرف يا احمد يا ولدي الملوحة دي انا لما اكلها اقعد اسبوع مسطول، احس يا في حاجة كده مش مظبوطة، مخك مكركب من جوا. مبرشم، هو في حاجة غلط صح. وانا متعود عليها يا احمد وكل اسبوع اكلها، وبرضه واخد بالك هتشقلب لي حالي. يا ابوي هو الاهلي مش هيوقف معاه حتى لو كانوا ملوحة. حتى لو كانوا ملوحة. بس لا لكلش ملوحة نهردي. هو الاخطبوط بتاعهم رجعهم في الماتش ثاني. الشناوي ايوه ده انا جعله بعد ماتش السودان يا ولد دي، اللي هياخده مش هيجيبوا تاني. يا ابوي يرجع يصد ضربة جزاء ويعمل ماتش عالي يا احمد. يا ابوي ده حنوتيه دول. يا اخي حاجة غلط يا. طب شفت انت كان معاهم واحد رقم 14 كان عامل نفسه توني كروس. الشحات كل ما يعملها يدق هدف، يعمل لها يدق هدف. مستر اسيست نهردي بخ. يا ساتر. طبعا انت فاكر نفسك هربت من زيدان يا حك صديق. مالا انا حاسس بيك، طبعا انت كنت هتموت وتقول اركب رهوان وانسى اللي حصل من اسوان. ما نعرفها منين هو؟ بس الاهلي ما نولها لك شيء. ده انا لي 5 ايام اكتب فيها دي والف فيه. امال انت هتقول ايه؟ يا ابوي شفت النهارده هذا الاهلي عمل ايه يا احمد يار؟ شفته؟ ولا تقول لي الشمس ولا نهار ولا حراره، مفيش. تقوليش تماسيح بلا تماسيح النيل بلا غيره بلا فرس النهر. بعون الله هنكسحوا اي حد. يا ابوي تكسب. مفيش شيء. المهم قول لي اخبارك تحت انت، هيقول الدنيا طراوه تحت. بقينا المركز الكام نحن، الخامس ولا السادس؟ انت عدش. نحن تحت. انت بص سيبها هي وظروفها. سيبها هي وظروفها. احنا هنركزوا في افريقيا بس السنه دي احنا ان شاء الله. ما نحن ما هتعمل ايه؟ افريقيا بس ان شاء الله. يوم السبت هنمسكوا الترجي نسطروه. ابقى قابلني. انت بس ابقى قابلني. حصلت المجموعة. اقول لك حصلت المجموعة. ايوه بس شو يا بالك انت؟ نحن هنركزوا في افريقيا صح. صح. هتعمل ايه يعني في افريقيا يا حك صديق؟ ان شاء الله هنروح ونسطروا الترجي في تونس افرادس وهنجو. انتوا هتسطروا الترجي اتراهن وهناك كمان. ايوه الرهنه على اللي عايزه. لا مش هراهن انا. امال بص لو انت فزت على الترجي يا صديق ايوه ليك عندي كريب. كريب كان زي كريب وكان زي ايه موافق. كان زي ليلي. ولو انت خسرت عيش منك حاجه عشان اعرفك كده هتتسطر هناك. خلاص انتوا حصلت العالم كله. وانا عندي وعد يا ولدي. انتوا حصلت البطولات كلها يا صديق. نحن حصالي خلاص خليه يمشي. نحن حصالي. انت اقول لك انت الكوبري دي هتطلع عليه على طول. وراك طول ما انت بقول كبرى انا مش هسيبك. انا هغير الايام الجايه يا ابو خالد. وراك برضه يا صديق. واليوم بص السنه لسه طويل لي. انا الرقم بتاعك همسحه عشان ما تدورش تاني وترن علي. يمكن حتى رقمك على الجي بي اس انت ولا حاجه. يجمعني على الجي بي اس. طب انا اهزر مع مين واضحك على مين لما انت تسيبني؟ لا شوف لك حد غيرك. حملش اليومين دول يا صديق. يا ابوي خلاص روح. اقول لك يا احمد ايوه عشان يفوقوا من الملوح، عشان احنا من ساعه واخد بالك ما رحنا كلنا ملوحه واتغلبنا في اسوان يا احمد. حد الوقت اللعيبه واخد بالك ما فقدش. ما فيش فوق يا احمد. انا اقول لك الحل. ايه الحل يا احمد؟ هو كل لاعب منيهم يشرب 5 كباب شاي عشان مخه تتظبط. متواصلين ورا بعض طخ طخ طخ. طب انا عندي فكره احسن يا احمد. قول. نحن نعلقوا لكل لاعب محلول شاي وخلص المحلول عشان يفوق يا احمد. بالظبط. هي شكلها الملوحه لسه برضك لسه في مخهم في اثر ملوحه. اقول لك ليه عجبنيش انت اليومين دول. من مالك يا احمد يا ولدي؟ يا ابوي ده انا هفتان من قلت امبارح النهارده اقول لامي حضري لي وكل عايزه اتعشي. قالت لي طب دقيقه يا ولد خشت عملت لي كيس اندومي. اقول له دي قالت لي اندومي وحطيت لك قال عليه كيس مرقه دجاج. قال طب كانت طقشت لك بيضه ولا حاجه يا احمد؟ برضه الواحد تعبان ياكل اندومي. يا ابوي ده اقول لها بيضه كانت راح تطير وراي من البيت. تعالى بس صح ناس البيضه ب4 جنيه. تعالي.